يا أيها الأب، يا أيها الراعي، يا ولي الأمر، فليحترق ابنك بكاء، وليتقطع قلب ابنتك كمدا من أجل الجوال. تفر من ضجيجهم وتهرب من مسؤولياتك تجاههم، تسد فجوة تقصيرك الفادح في تربيتهم، فتمنحهم هلاكهم بالجوال المحفوظ بكلمة السر دون رقابة أو توجيه أو وعي، في بحر مخيف متلاطم الأمواج. أيها الأب المغرر، لست أنت من يربي، بل اليوتيوبرز. لست أنت من يربي، بل عاهات التيك توك. لست أنت من يربي، بل مشاهير الانستغرام. لست أنت من يربي، بل مجتمع السناب شات. يسرقونهم برضاكم، هم بصحبتهم في غرفهم المغلقة المظلمة طوال الليل والنهار. يربون أطفالك ويغسلون أدمغتهم ويغيرون فطرتهم. ما تبنيه أنت في سنين طويلة تهدمه مواقع التواصل في لحظات. يدك الواحدة التي تبني يقابلها الآن الآلاف من معاول الهدم، بحملات ممنهجة منظمة ممنتجة ممولة. يمنحونهم فكرا مظلما ومنهجا متشددا وعقيدة فاسدة وفطرة مطموسة وأنفسا مهزومة وعقولا مضطربة وغيرة ميتة ونخوة ذائبة وكرامة ممسوحة. يغرقونهم في شبهات إلحادية ومبادئ إباحية ووسوسات نسوية ومقدمات شذوذية. كم من أب الآن يجري بعد أن وقع الفأس في الرأس. أدركوني، ابني يردد كلاما غريبا، حركاته لا تعجبني. ابني يلبس حلقا في أذنه. ابني يتحرش بأخته وهي نائمة بعد أن كان يشاهد ما يحرك الحجر قبل البشر. وذاك يقول: انتشرت صور ابنتي على التيك توك وهي عارية. وآخر يهددها ويطلب المال: سأقتل ابنتي بعد أن فضحتني أمام القريب والبعيد. وأخرى تقول: صديقتي الصغيرة تريد الهروب سرا مع صديق الانستغرام إلى دولة أخرى دون علم والديها، فهل أخبر أهلها؟ وتلك تقول: يا فلان أنقذ ابني يردد كلاما إلحاديا كفر بالإسلام. وآخر يقول: اكتشفت أن ابني يتواصل مع شخص مشبوه وكان يعلمه السحر دون أن أعلم، حتى تلبسته الشياطين، والآن يمكث في الحمام لمدة طويلة يكلم نفسه وأحيانا يصرع في البيت. أيها الأب المسكين، والله ثم تالله ثم بالله كل هذا لا يساوي وقفتك الطويلة يوم القيامة. تنتظر دورك للحساب وحيدا ليسأل